هلا وهلا، واليوم راح نشوي دجاجة بتتبيلة خبل، نقدمها ويا خضروات وبرغل. يلا نبدأ. تتبيلة الدجاج راح تكون سبايسي شوية، عبارة عن خل، باربيكيو صوص وكاتشب ومعجون الفلفل أو الفلفل الحار المهروس وليمون، وعليها بهارات، ومن ضمن البهارات راح نخلي الشطة، الفلفل الحار المطحون. راح نتبل بيهم الدجاجة ونبدي نحضر الخضروات اللي راح نشويها ويا الدجاج. شنو عندكم يعني خضروات تردون تضيفوها ضيفوها. أنا خليت جزر وخليت فلفل بارد، بروكلي، بوتيتي، بصل، ثوم. راح أعصر عليهم ليمون، أخلي عليهم زيت الزيتون وبديل الماجي وشوية فلفل أسود، وأخليهم ويا الدجاجة سوا. طبعا راح أصر عليهم من تتبيلة الدجاجة وأدخلهم الفرن على درجة حرارة 280 لمدة ساعتين، وبعدين نفتحها حتى تتحمر. آخر شي عندنا البرغل. البرغل أسمر نص كيلو، بس غسلته ما يحتاج تنقيع. تحطون زيت، تحمسون بصل، تخلون عليه ملعقة شاي كاري، ملعقة شاي كركم، وتحمسون البرغل ويا فترة. بعدين تضيفوا له مي حالة حال التمن، يعني قد تضيفوا للتمن ضيفوا للبرغل، وتخلوه على نار عالية على ما ينشف مية، وبعدين يتهدر. 25 دقيقة يصير عندنا جاهز. طعم البرغل جدا مميز، وشوفوا شلون صار، يعني فتشي حباية حباية ودهين، طعمه جدا مميز. وهسه كل شي صار جاهز. راح أخلي الدجاجة والبرغل والخضروات. طعم الدجاجة مو مو طبيعي. طبيعي، تتبيلة خبل. الخضروات صار بها من تتبيلة الدجاج. طعم البرغل جدا جدا مميز. اللي متعودين على التمن أنصحكم همين تجربون البرغل، صحي شوية وهمين طعمه مختلف ومميز. جربوهم واستمتعوا بالطعام.